في غرف مش المفروض ان انت تفتحها ابدا. النهاردة هنحكي لك عن واحدة من اكتر الغرف المرعبة في العالم، غرفة رقم 873. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. في فندق فخم جدا في كندا اسمه فيرمونت بانف سبرينج هوتيل. الفندق ده موجود في قلب جبال روكي الكندية، ومن أول نظرة شكله مبهر زي قلعة فخمة من القصص الخيالية، لكن الحقيقة إنه بيخفي وراه قصة سودة محدش كان يتخيلها. في يوم من سنة 1975 عيلة صغيرة حجزت في الغرفة 873، أب أم وبنت صغيرة عمرها حوالي 7 سنين. الليلة دي كانت بداية النهاية. في نص الليل سمعوا جيرانهم صوت صراخ هستيري، صوت ست بتعيط وبنت صغيرة بتصرخ بابا لا. الأمن كسر الباب والمشهد كان صدمة. الأم والبنت مقتولين، الأب كان في الحمام ومات منتحر. لكن المرعب مش اللي حصل، المرعب هو اللي فضل يحصل بعد كده. إدارة الفندق نظفت الغرفة ورجعوها للحجز، لكن أول ضيف نام فيها جرى على الاستقبال الصبح بيعيط. قال إن بنت صغيرة ظهرت له في نص الليل بتبكي وتطلب منه يساعدها، ولما بص في المراية شاف بصمات إيدين صغيرة مرسومة بالدم. الفندق افتكر إنها هلوسة، لكن الموضوع اتكرر مع كل ضيف. ناس بتسمع صوت البنت بتجري في الممر، ناس بتشوف باب الحمام بيتفتح لوحده، المراية كل يوم بصمة اليد الصغيرة بترجع مهما اتمسحت. جابوا عمال صيانة، جابوا شيوخ، ناس من الكنيسة، لكن مفيش فايدة. الموضوع بدأ يبوظ سمعة الفندق ومفيش تفسير علمي واضح، فقرروا يعملوا حاجة ما حصلتش قبل كده. قفلوا الغرفة تماما وبنوا حيطة مكان الباب. النهاردة لو ركزت هتشوف ان التسلسل في الدور الثامن بيعدي كده: 871 872 874، مفيش 873. لكن في فراغ واضح في المكان، كأن في حاجة ورا الحيطة. والناس اللي اشتغلوا في الفندق بيقولوا انهم لسه بيسمعوا صوت ضحكة بنت صغيرة جوه الجدار. والأغرب بعض النزلاء قالوا انهم شافوا نور بيتفتح في مكان مفهوش شبابيك. والمفاجأة الأكبر، موظف قديم من الفندق قال ان الغرفة مش اتقفلت بس، لكن جواها اتعمل تابوت حديدي واتقفل عليه بشمع أحمر. ليه؟ محدش عارف، بس البعض بيقول إن اللي حصل جوه الغرفة كان بسبب روح شريرة استقرت فيها، وإن الأب ما كانش هو القاتل الحقيقي، لكن كان مسيطر عليه. لحد النهاردة محدش بيقرب من المكان، والفندق بيرفض تماما يعلق على وجود الغرفة أو اختفائها. لكن السؤال اللي يجنن هو ليه يحذفوا رقم الغرفة تماما؟ ولو الأرواح فعلا اتحبست جواها، هل في يوم الباب هيتفتح؟ ولو حصل، مين هيكون الضحية الجاية؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، ولو عندك قصة مرعبة ياريت تحكيها لنا في الكومنت، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وممكن تكون قصتك هي الفيديو اللي جاي.